السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كام البطاطا يا ريس؟ دي طبعا ب 10 15 20 زي ما انت عايز. طب معلش انا ممكن تديني حته ب 2 جنيه بس عشان انا لازم اخد العلاج دلوقتي ومعيش غيرهم. انت ب 2 جنيه؟ مستني صاحبي يجي لي من التجمع والله معيش غيرهم. طب هو يعني هو العلاج بيتاخد ب 2 جنيه في البطاطا؟ معلش والله بس انا لازم اخد العلاج دلوقتي، بس هو الحاجه الوحيده ان انا معيش غيرهم. طب انت مش تنفع معاك البطاطا اصلا وتاخد العلاج. مش مشكله، بس انا عشان لو ما اكلتش دلوقتي فمعاد الدواء هيروح. مش هتنفع البطاطا معاك والله. معلش انا همشيها بس. صلي على النبي. على الصلاه والسلام. انا يعني مثلا ممكن اديك فلوس تجيب بيها لا هو جاي دلوقتي، انا بس انا هاكل كمل. بطاطا عادي، اكل بطاطا بس معلش انا هاخد حته بس ب 2 جنيه. اتفضل. يعني خد انت الفلوس وهات اكل وظبط حالك، وهو لما يجي صاحبك يديني الفلوس. هو هيجي لي على اخر الشارع. ماشي، انا اول مش ما يجي لك انا هاخدهم منك. انا ممكن ما اعرفش اشوفك، ما اعرفش. لا لو مش لا انا هاكل بطاطا. والله هاكل بطاطا والله. هات لي هديك حته بطاطا. ب 2 جنيه، هات لي حته والله هديك. هو هيجي لي والله. خد هات لك وجبه وظبط حالك. هو جاي. هاخدهم منك انا. هو جاي هو جاي. طب امسك لحظه. والله انا بس طب امسك لحظه كده. انا اول مره اتحط في حاجه زي دي والله، بس انا لازم. كلنا بنقع في مواقف وحشه والله انا مش عايز اتقل عليك والله. لا والله والله لا، ما ده رزقك، ده رزقك، ودي انت شغال بقى طول اليوم. ارزاق على الله والله. انت شغال بقى طول اليوم يا والله. عم على الله. بالله عليك ما. ربنا اللي بيدينا وربنا بياخد يا عم. والله هو هيجي لي دلوقتي والله، بس يا عم يجي بس لك. عشان هو ممكن يجي لي على اخر الشارع، فانا ممكن ما اعرفش اشوفك. يا عم لو ما جيتش مسامح. بالله عليك. والله مسامح. بس ده رزقك والله. يا عم ربنا اللي بيرزق. ونعم بالله. الله. انا والله مكسوف والله، انا فعلا ما إيه يا عم؟ اتحطيتش في حاجه زي دي قبل كده. يا اخي لا. اصبر الطبق. طب ظبط حالك، وبعد ما تاكل بقى لازم تاكل بطاطا. انا بس كله بعد كده حل بالبطاطا. بس انا ممكن ما اعرفش اشوفك تاني. يا عم مسامح. لا لا حتى لو ما شفتنيش يعني. الله يسهل الله. والله انا مش عارف اقول لك ايه والله. لا يا عم ولا يهمك. ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك. تسلم لي تسلم لي والله. الله يخليك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك ايه؟ كنت استند على العربيه هنا وشافك بتدي الواحد فلوس، بيقول لك عشان اكل ودواء وكلام من ده. خلي بالك عشان لازم نبقى نصابين. انا قلت بس اعرفك يعني. على فكره يعني انت لما بتعمل حاجه زي دي بتعملها لله يعني. ملوش علاقه هو نصاب مش نصاب. انت بتعملها كده لوجه الله وخلاص. هو بيجي يقول لك اديني حاجه لله. مش كده. فانت بتطلعها في نيتك لله حسب النيه بقى. عشان ممكن، بس انا قلت ممكن تكون دي طريقه جديده للنصب بس. يا عم حتى لو نصب انت بتدي لله برضه. صح. طب اقول لك انك راجل محترم. حبيبي. انت كنت معانا في برنامج، والراجل اللي خد منك فلوس ده تبعي. تبعي. يعني بص هناك كده في العربيه اللي هناك دي هتلاقي في حد بيصورك. هنا. عارف اشكرك. ودي هديه بسيطه كده من مصنع مدينا ملابس ننزل نوزعها على الناس الجدعه. وبحتاج لك وتحتاج لي، ما بينا ألف حلقة وصل، وبشبه لك وتشبه لي في حب الخير وطب الأصل. ماليش غيرك أكيد، لكن محدش فينا مختار حد. أنا وإنت حكاية ناس مقاسمين الحياة مع بعض. وجودك شيء مكملني، لأن لوحدي مش تجد بقى لو مش مقاسك اجيب لك واحد تاني. ودي ل 10 جنيه بتاع بطاطا.